كنت بتفرج على مباريات البطولة العربية وجذبني شكل أعلام الدول العربية المتشابهة. يا ترى إيه سر التشابه ده؟ لقيت إن في سنة 1916 قامت الثورة العربية الكبرى على الحكم العثماني، وكان لازم يكون في علم للثورة دي. الثوار عملوا علم مكون من 4 ألوان: الأحمر وده رمز دماء الشهداء، الأبيض رمز السلام وكان لون رايات الأمويين، الأسود رمز نهاية الظلم والاستعمار وده لون رايات العباسيين، الأخضر رمز الأرض الخصبة وده لون رايات الفاطميين. وبعد التحرير كل دولة عربية اختارت علمها في اللي بيجمع ال4 ألوان بس مع اختلاف الترتيب، زي فلسطين والسودان والامارات والكويت، وكمان الاردن اللي في علمها نجمه سباعيه وده بيمثل ال7 مثاني او معنى صح سوره الفاتحه. وفي دول بتجمع 3 ألوان مع اضافه شعارات، زي مصر اللي بيتوسطها نسر صلاح الدين، وسوريا اللي فيها النجوم، والعراق اللي فيها جملة الله أكبر، واليمن نفس ألوانهم بس من غير شعار. وفي دول بتجمع لونين زي البحرين، ودول بلون واحد زي السعودية، إلا إن في دول ممكن تجمع الألوان دي مع إضافة شعارات بتميز كل دولة، زي ليبيا وتونس والجزائر اللي فيهم هلال ونجمة ودول كانوا رمز للخلافة العثمانية، والمغرب اللي فيها نجمة كبيرة خماسية وده رمز لأركان الإسلام. وفي دول ممكن يكون في أعلامها لون واحد أو أكتر من الألوان المشتركة، زي جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا. وفي اللي مفيهوش ولا لون مشترك زي الصومال. تشابه أعلامنا هو انعكاس لتاريخنا وثقافتنا ورغبتنا في الوحدة. موطني موطني